السلام عليكم. أهلا بكم متابعي قناة الماسة. مع أن قناتي لا تتكلم في مواضيع السياسة، ولكن اعذروني أحبابي المشاهدين، ففي هذا العصر الذي نعيشه من ذل ومن إهانة ومن تدني في مستوى مصر عالميا، ذكرني التاريخ برجل أجبر العالم كله على احترام مصر والشخصية المصرية، شخص جعل العالم كله يعترف به وبدولته، وعلم العرب معنى الوحدة ومعنى قوة الشخصية. إنه جمال عبد الناصر. قد يختلف معي بعضكم أو قد تختلفون معي جميعا، ولكن التاريخ لن يختلف معي بأن ناصر معنى الكرامة. ففي عهد جمال عبد الناصر بني كل ما ننعم به الآن ونتمتع به، ولا يوجد شيء اليوم إلا وكان لجمال عبد الناصر يد فيه. تريد أن تعرف جمال عبد الناصر؟ اسأل الفلاح الذي عاش في عصره معززا مكرما، أعطاه الأرض والماء وقال له ازرع وأحصد، وأعطى العامل المصانع وقال له بالعمل يأتي النجاح فلا مجال للبطالة، وقال للشعب أن غذاءك يأتي بيدك وإن صناعتك من مجهودك، فلا تخضع ولا تمد يدك، فإن مددت يدك اعتادت يدك على الأخذ بدون مجهود. والآن هيا بنا نتعرف إلى أهم إنجازات جمال عبد الناصر. 1. إصدار قانون الإصلاح الزراعي، والذي أعطى فيه لكل فلاح مصر حقه في أرض وطنه التي كانت منهوبة منذ السلطة والنفوذ. وها نحن الآن بعد وفاته رجع الفلاح وسلبت منه الأرض وترحم الآن على عهد ناصر. 2. تأميم قناة السويس، بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس. كثيرا منا يعتقد أن قناة السويس مجرد مجرى مائي، ولكن إن دول العالم كانت تتصارع على هذا المجرى الملاحي، وهب جمال عبد الناصر كالأسد وأعاد قناة السويس للمصريين، فقالوا عنه يريد الحرب لمصر، ولكنهم نسوا قوله ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. العام الخامس للثورة، وزي ما طلع فاروق في 26 يوليو سنة 52 النهارده بتطلع قناة السويس في نفس اليوم. 3. احترام حقوق المرأة في الدستور. إن أوروبا اليوم تتفاخر بأنها أعطت المرأة حقوقها وتقول بأن نحن دول متحضرة، ولكنهم نسوا بأن جمال عبد الناصر هو مؤسس ديمقراطية المرأة وإعطاها حقوقها. 4. تطوير وإنشاء المصانع في عهده. قام ببناء أكبر عدد من المصانع بني حتى الآن، فكان لا يوجد في عهده أي بطالة، وكان يأتي إلينا من جميع الدول عمال للعمل بمصر ولم يغترب شبابها، ولكن كانوا يعملوا في أحضان بلادهم. 5. بني في عهده الإذاعة والتلفزيون، وكانت في عهده تتنافس مصر مع فرنسا، وكانت تقوم الاحتفالات ومسارح مشتركة بينهم. أما اليوم فانظروا إلى فنون مصر. 6. التعليم. قام جمال عبد الناصر بإصدار قانون مجانية التعليم، وكانت المدارس المصرية والجامعات لا تختلف كثيرا عن المدارس والجامعات الأوروبية، وكانت ترسل بعث إلى فرنسا وغيرها، وتطورت المنظومة العلمية، وكانت جامعة القاهرة من أوائل جامعات الشرق الأوسط، وكان يأتي إليها من جميع الدول لأخذ العلم فيها، وبرز العلماء والأدباء بسبب تلك المنظومة. فهيا بنا جميعا نترحم على هذا الرجل الذي ترك لنا إرثا وبذل كل ما في استطاعته. لولا محاربة الغرب لنا لكانت مصر على قمة الهرم، ولم يمد يده ويختلس من أموال المصريين، بل مات لا يملك سوى منزله وسيارته وبضع جنيهات في خزانته. شكرا لمتابعتكم. لو الفيديو عجبكم اضغط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وادوني آراءكم في التعليقات.